لنقابة المحامين بالاسكندرية سابقا، وعضو جماعة اخوان المسلمين، ومؤسس في حزب الحرية والعدالة، وتقدمت في اليومين الماضيين باستقالة من الجماعة ومن الحزب معا تحت عنوان الاختلاف او الرفض للخطاب اللي ارسله الرئيس مرسي الى الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز. نعم. قرار صعب على عضو جماعة الاخوان اللي بتبقى عضو من كام سنة؟ 30 سنة. يعني القرار ده قرار ثقيل على القلب بعد علاقة متينة وطيدة 30 سنة مع جماعة مؤمن بأفكارها ومنتمي إليها وبتنفذ أهدافها. ليه خدت هذا القرار على ثقة ليه؟ أنا كان هناك خلافات سابقة لم أخذ هذا القرار بسببها، لأنها الخلافات ممكن التي أرسلت من الرئيس مرسي إلى الكيان الصهيوني لا يمكن السكوت عليها أو البقاء في هذه الجماعة في ظل هذه الرسالة. تعاملت معه بصدمة شديدة، لأنه أنا النهاردة عندما أرى أن الرئيس مرسي وجماعته تتباهى بأنه لم يذكر اسم إسرائيل على لسانه منذ أن جاء إلى السلطة حتى الآن، وأنهم يقودون مشروع التحرير ويقفون بجوار الفلسطينيين المضطهدين والكلام ده كله، ثم أصدم بخطاب رسمي صادر من رئاسة الجمهورية ممهور بتوقيع السيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والثالث رئيس الديوان، يقول فيه لرئيس الكيان الصهيوني: صديقي العظيم والمخلص لكم فلان، وتمنياتي لبلادكم بالرفاء ومش عارف ايه والبنين والكلام والرغد والحياة السعيدة للكيان الإسرائيلي ولشعب إسرائيل. هذا الخطاب لا يمكن أن أتعامل بازدواجية معايير وأبرر لمرسي ما أخذه على مبارك. اعتبرت هذا الخطاب هو خيانة وطنية وقومية ودينية وإهدار لدماء مئات الآلاف من الشهداء التي ضاعت وراحت من أجل فلسطين ومن أجل المقدسات ومن أجل رفع شعارات الجهاد وتحرير البلاد والدفاع عن العرض والأرض والكلام ده كله. هذه الشعارات التي تبين لي أن من رفعوها لا يؤمنون بها ولا يعملون من أجلها. عندما يكتب هذا الخطاب ويسطر ويوقع عليه بيمين الرئيس وهو جايب سفير ورايح بعته لدولة إسرائيل وبعت معاه هذا الخطاب، والرئيس هو أستاذ في الكليات المصرية، عالم وهو خطيب مفوه ويعلم معاني ودلالات الألفاظ، فكل لفظ كتب في هذا الخطاب هو مدروس وهو معني ومراد من الخلفية. المسألة ليست مسألة خطاب مرتجل ولا بروتوكول. بروتوكول إيه؟ إن كان هذا بروتوكولا فهو في حل من أي بروتوكول، وإن لم يكن في حل من أي بروتوكول فلم يكن بحاجة للإتيان بسفير في هذا التوقيت وإرساله بهذا الخطاب. أنت راجل بتتباهى أنك يعني خلاص علاقتك بإسرائيل بتقول للفلسطينيين والعرب والمسلمين جميعا أنك أنت واخد خط معادي. أنت دفء على أعتاب شتاء الشرق الأوسط، فبعد أن افتقدت لأشهر نسقها المعهود قبل الثورة، ها هي العلاقات المصرية الإسرائيلية تتلقى دفعة جديدة بإرسال القاهرة سفيرها الجديد إلى تل أبيب. هناك حيث استقبله الرئيس شيمون بيريز لم يتردد السفير عاطف سالم في التأكيد على أنه جاء برسالة سلام وبالتزام مصري قوي تجاه معاهدة السلام. جئت برسالة سلام، وجئت لتأكيد أننا نعمل حقا بثقة متبادلة وبشفافية، ونحن ملتزمون بجميع الاتفاقيات التي وقعناها مع إسرائيل. الخطوة قد تبدد كثيرا من اللغط الذي أثير حول العلاقات بين البلدين بعد الثورة المصرية وما تلا ذلك من توتر معلن وفي الكواليس. التحاق السفير المصري بإسرائيل تزامن مع التحاق زميله الأردني بها أيضا. إسرائيل شيئا لأجل ذلك ولا ما يبدد الغضب الأردني، لكن السفير وصل وما كان ليصل لولا أن أوفدت القاهرة سفيرها إلى هناك كما قال مسؤول أردني.